انت تاني عاوز مني ايه المره دي؟ هكون عايز منك ايه يعني يا بنت؟ انا بحبك افهمي بقى، ده انا ثبت لك بدل المره 2 و3، يا ريت تحبيني بقى شويه. يا عم انا مش عايزاك، يا عم انا مش بحبك، هو الجواز بالعافيه. قلتيلي. طب بصي يا حبيبتي، انا اقول لك كلمتين حطيهم حلقه في ودانك، ابوكي اخوكي هاتيهم ونشوف انت ازاي مش موافقه، وهقول لهم على اللي دار بينا عادي. ايه الغباوه اللي انت فيها دي؟ انت اوحش بني ادم قابلته في حياتي، انا مش عايزه اعرفك تاني. طب وربنا يا توته لو اوريكي. بقول لك يا خالد، عايزه اسالك عن تيتو، ما انه هو صاحبك يعني تعرفش عنه حاجه؟ تيتو ده بقى له 4 ايام معرفش عنه اي حاجه، متغير معايا قوي، ومن ساعه ما عرف السنيوره الجديده هو متغير مع الناس كلها، فاكيد متغير معاك انت كمان. قلت لي سنيوره جديده، ده لو اديني ما خليه يتهنى بيها يوم. بس يا ماما صوتك عالي، بس نصيحه مني سيبك من تيتو وركزي مع فيجو شويه. يعني انا جايه بسالك عن تيتو تقول لي ركزي معايا؟ انا ده صاحبك ومن غير سلام. بص يا خالد الفيديو ده سيبك بس يا عم من التليفون دلوقتي، انا في موضوع عايزك فيه. البنت اللي بتكلم تيتو جت النهارده وسالتني عليه. حبيبه مالها يا خالد؟ هو تيتو تعبان ولا في حاجه؟ لا يا عم ولا تعبان ولا حاجه، بصراحه كده تيتو عرف واحده جديده وماشي معاها اليومين دول، وانا بصراحه كده عينيا على حبيبه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده خالد؟ يا جدع عيب عليك، ده تيتو صاحبنا، وعيب عليك يا خالد يطلع منك كلام زي ده. يا عم ولا عيب ولا مش عيب، ما جرف للبيت وعرف واحده تانية عليها، يبقى من حق انا كمان احط عيني على دي. والله العظيم انا ما عارف انت سخن ولا فيك ايه يا خالد، ده انت المفروض تصلح ما بينهم، البت شارياه وبتحبه، واديك شفت بعينك كام مره تجري وراه وكام مره تخلص له وهو يعمل معاها دقه نقص. تصدق يا موندي، انت عندك حق. يلا بينا نمشي. يلا خالد، وبعدين يا عم ربنا يصلح لهم حالهم ويقدم لهم اللي فيه الخير. تيتو انا لسه كنت